بسهولة، وذلك لخاصية صوته وطريقة أداء المنفردة. لأنه كل اعتادينا على المطربين الريفيين اللي كانوا يغنون بذاك الوقت بأصوات عالية وحادة، وداخل حسن صوته قوي وطرب في آن واحد. لكنه داخل حسن ما اجى بأطوار جديدة، أخذ الأطوار من مغنين سبقه مثل المطرب المرحوم حسن عباس فليفل والمطرب محبوب العبد. غنى داخل حسن من نغم البيات طور الحياوي وطور المستطيل اللي المعروف بالناصرية طور العدل، وغنى من نغم الصبا الشطراوي والنايل، لكنه غنى النايل بطريقة أهل الجنوب، يعني ما غنى على الطريقة الغربية. وممكن أن نسمي داخل حسن ظاهرة لأنه كثير من مطربين الريف الشباب الآن يغنون بطريقة داخل حسن.